يترقب فرصته إن سل يجور قبل النهاية ب6 دقائق ليتحصل بخبث على ضربة جزاء. محسن متولي وكعادته حاسم من الأمتار التسعة منح التقدم للرجاء. صفعة أخرى حثت بالبرازيليين إلى ترك مناطقهم بحثا عن التعديل ليتلقوا رصاصة الرحمة بقدم البديل فيفيان مابيدي. المستحيل ليس مغربيا. اول حاجه كنبغي نشكر الجماهير المغربيه وكنبغي ندير لهم هذه الاغنيه ديال الو الو والوليده صيفط العاقه راجا باقه. كوكو انتحل صفة رونالدينيو وأهدانا رقصة الانتصار، والرجاء لبس ثوب الأبطال في انتظار النهائي الحلم، فيما خرج الساحر رونالدينيو مطأطئ الرأس يجر أذيال الخيبة هو وزملائه الذين دخلوا المباراة متكبرين ليخرجوا منها صاغرين. ومباشرة بعد انتهاء المباراة هنأ جلالة الملك محمد السادس في مكالمة هاتفية مدرب فريق الرجاء البيضاوي فوزي البنزرتي وجميع أعضاء الفريق على الفوز الكبير الذي حققوه في مواجهة فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي وتأهلهم للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية. ومعنا مباشرة من مراكش مدرب الرجاء البيضاوي فوزي البنزرتي. بداية هنيئا وألف مبروك لفريق الرجاء العالمي. مبروك للجميع. وماذا عن التهنئة التي تلقيتموها مباشرة بعد نهاية اللقاء أمس من جلالة الملك محمد السادس؟ بكل صراحة كان أفضل يوم وأعز يوم في تاريخ حياتي الرياضية. المكالمة نتاع جلالته أثرت عليها كثير وأنا معتز بها كثير وبكل صراحة ما كنتش نتصورها، وهذا شيء سي فريمون سي تري توشون. Ça dénote la grandeur de sa majesté. Vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu مع الأخيان هنا في المغرب. بارك الله فيه. شكر الجميع وعطى لي فيليسيتاسيون تاعو للجميع وحاجه معناتها نعتبرها خياليه، معناتها ما كنتش عمري ما كنت صورها، ونشكره جزيل الشكر ونشكر فضله وربي يدوم دولته فهمتوا لا، وان شاء الله يكون ذخرا للوطن. نعم سيد فوزي البنزرتي، لا أحد كان يتوقع هذه الملحمة وهذا المسار للفريق الأخضر في هذه البطولة العالمية. أنتم حضرتم وتحملتم هذه المسؤولية أيام قليلة قبل المونديال وتمكنتم من تحقيق هذه النتيجة الباهرة بالنسبة لكرة القدم المغربية. ما هي وصفتكم السحرية؟ والله لا وصفة سحرية ولا حاجة. أهم شيء معناتها أول نقطة نحب نشكر جميع الأخوان هنا في المغرب على رأسهم المسؤولين في فريق الجاسي ومحمد بطريقة اللي أنا نشكره جزيل الشكر لأنه أتاح لي الفرصة باش كون أنا متواجد في مونديال كبير، في عرض كبير، في كرة عالمية، فهمتي فيها حاجة أنا نشكرهم عليها مش هم يشكروني عليها. الشيء الثاني ما تحملت المسؤولية، جيت كنت يمكن نكون موجود في المغرب يوم الاثنين، لكن سبقت الأحداث وقلت مادام أنا موجود وعندنا مونديال أمامي ضروري باش نكون موجود في أقرب وقت ممكن. ساحت لي الفرصة باش يكون يوم الجمعة موجود هنا، من زدت في المطار. يعني قلت المسؤولية هذه أنا أتحملها كاملة. يعني ما نقولش أنا جيت متأخر وماش مسؤوليتي ولا اللاعبين مش جاهزين ولا ما نعرفش لاعب، فكنت معناتها هذه نقطة إيجابية أثرت تأثير إيجابي على اللاعبين. النقطة الثانية كونه عندما وصلت أول احتكاك مع اللعيبة حسيت كونه عندنا لاعبين ممتازين، عندنا لاعبين يعني يتقبلوا كابتيف، فاهمين الكرة، فاهمين وعندهم مهارات وعندهم مميزات. بدينا يعني نخدموا في الخطة التكتيكية الأولى، الحصة الأولى والحصة الثانية لقيت تجاوب كبير يعني وتفاهم كبير مع المجموعة كاملة، واتفقنا باش نعملوا الخطة هذه برأيهم هما بطبيعة الحال. والأكيد كونه الشيء الأهم من هذا، لأن ديما نقول أنا كرة القدم وين باش يتقدم اللاعب وين باش يتقدم الفريق راهو في تفكيره دون لو مونتال، فهمتي. فخدمنا اكثر على المونتال نتاع اللاعبيه. انا نعتبر اللي جاب نتيجه وعملنا كل مباراه. احنا بالنسبه لنا كانت المباراه الاولى اهم مباراه في الدوره هذه. نعرف الفريق الرجاء كان في وضعيه معناتها ماهيش ممتازه،
لكن هذا عمره ما يأثر، ما كانش سلبي بالنسبة لنا، بل السلبيات رديناهم إيجابيات. فالشيء اللي تمكنا منه اللاعبين استجابوا لهذا ومشكورين على هذا ويعطيهم صحة وبارك الله فيهم، وكانوا في مستوى كبير خاصة في المقابلة الأولى مع عطاء عطاء كلي، وكنا في جميع النواحي الأفضل. بعدين ما تفكرنا في المقابلة الثانية ضد الفريق المكسيكي، يعني فريق قوي ونعرف انه قوي جدا، وهذا ما خلناش اللاعبين يحسوا به، ما خلناش اللاعبين يحسوا كونه الفريق اللي باش نلعبوا ضده فريق قوي، فأعطيناهم أكثر ثقة في نفسهم وأكثر مقدرة. وهذا يمكن ينقص اللاعب، يلزم يأمن بإمكانياته يعني، وهذا ما لاحظناه السيد فوزي البنزرتي، فعلا هذا ما لاحظناه خلال اللقاءات الثلاث إلى حدود الآن. الرجاء البيضاوي بوجه جديد بمعنويات مرتفعة، وحقق الأهم، وصل إلى النهاية، والنهاية لن تكون سهلة أمام فريق بطل أوروبا البايرن. إذن ماذا عن تحضيراتكم بالنسبة للمباراة النهائية أمام فريق البايرن يوم السبت القادم؟ إذن نواصل هذه النشرة، وكما ذكرنا ذلك في البداية فقد خصصت